السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفت يا ابني واتفرجت على مدرسة اللعب والفن والهندسة. اتفرجت وشفت النهاردة الزمالك وهو بيعلم على المصري البورسعيدي، ويانيك فيريرا يتفوق على المصري بثلاثية نظيفة. ايوه كده يا جماعة، هي دي البداية الحقيقية للزمالك في الدوري المصري الممتاز. الجولة السادسة تعتبر هي البداية الحقيقية الأولى للزمالك كأداء، كجماعية، كنتيجة. النهاردة الزمالك يسحق المصري 5 جولات سابقة بلا هزيمة. النهاردة الزمالك يتفوق على المصري بثلاثية نظيفة. وأنا من أول المباراة قلت الماتش ده بتاع الزمالك، فرق السماء والأرض ما بين الزمالك وادي دجلة وزمالك المصري البورسعيدي تماما. ولكن انا عايزك يا ابني انت هو تتعلم، عشان المعلم رجع وركب القمة من جديد بعد فوزه النهاردة على مصر البورسعيدي بنتيجة 3 اهداف مقابل لا شيء. وعايز اقول رسالة مهمة جدا جدا جدا: الزمالك ما بيقفش على حد. بنأكد تاني وبنقول تاني: الزمالك ما بيقفش على حد. روح الاهلي، روح برشلونة، روح ريال مدريد، روح اثبت فلتس، هيجي غيرك تاني الزمالك وهيتألق، والزمالك هيعمل اسم. شفت النهاردة النجم البرازيلي اخوان الفينا؟ شفت النهاردة عمر جابر يا جماعة، اللاعب اللي هو عنده خبرات كبيرة جدا وخلاص بيسجل هدف النهاردة وبيعيط وهو بيسجل هدف. هو ده الزمالك، هو ده روح الزمالك، اللي مهما حاولتوا انك انتوا توقعوا الزمالك وتاخدوا نجوم الزمالك وتوقعوا القوام الاساسي بتاع النادي، هيفضل الزمالك هو الزمالك بغصب عن عين الجميع. هيفضل الزمالك بنجومه مهما كانت الادارة، وجمهور الزمالك واحد ثابت ما بتغيرش. ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز بعد فوز نادي الزمالك على المصري البورسعيدي: الزمالك في المركز الأول 13 نقطة من 6 مباريات. المركز الثاني النادي المصري البورسعيدي 11 نقطة من 6 مباريات. المركز الثالث نادي فيوتشر 10 نقاط من 5 مباريات فقط. المركز الرابع نادي سيراميكا كليوباترا 10 نقاط من 5 مباريات. المركز الخامس نادي زد 9 نقاط من 5 مباريات. المركز السادس نادي بتروجيت معاه 9 نقاط من 6 مباريات. المركز السابع نادي غزل المحلة معاه 8 نقاط من 6 مباريات. غزل المحلة لن يهزم حتى الآن، فوز مباراة واحدة، تعادل 5 مباريات. الفريق الأكثر تحقيقا للتعادلات ولكنه لم يهزم، والأقل تحقيقا للمكسب. المركز الثامن نادي بيراميدز 8 نقاط ولكنه لعب 5 ماتشات فقط. المركز التاسع نادي انبي 8 نقاط من 5 مباريات. المركز العاشر نادي حرس الحدود 8 نقاط من 5 مباريات. المركز ال11 النادي البنك الأهلي 7 نقاط من 5 مباريات. أين هو النادي الأهلي؟ تساؤلات جماهير النادي الأهلي: أين هو مكانه وتمركزه في جدول الدوري المصري الممتاز؟ الأهلي يأتي في المركز ال15، ولكن الأهلي يا جماعة لعب 4 مباريات فقط وحقق منهم 5 نقاط، وعنده اليوم مواجهة حاسمة أمام نادي إنبي قوية جدا جدا جدا. الأهلي ما عندوش إلا المكسب فقط، خصوصا بعد فوز نادي الزمالك على النادي المصري وعودة أداء نادي الزمالك للأفضل مرة تانية. ولكن نادي إنبي هذا الموسم نادي قوي جدا. ده كان يا جماعة ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز بعد فوز الزمالك على المصري البورسعيدي، ولكن لم تكتمل جولة كاملة. بعد انتهاء الجولة كاملة أكيد طبعا النتائج والمراكز هتتغير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.